السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا عايزة أحكي لكم على حاجة حصلت معايا. كانت عندي فرخة كبيرة، كانت لسه ما بشرتش. المهم جبت لها إيه، كانت صحيت الصبح لقيتها إيه قاعدة مش قادرة تقوم خالص. كان في شهر 8. في شهر 8 كنت إيه بصيت كده لقيتها إيه، كل ما أقومها تقعد، كل ما أقومها تقعد، كل ما أقومها تقعد. فالمهم إيه، خدتها حطيتها على البلاط وحطيت لها ميه واكل، لقيتها بتاكل. قلت ايه ده، طب هي تعبانه وهتموت؟ معقوله هتموت وبتاكل؟ لا 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 لا، نبقى دي ايه، في حاجه. المهم حطيتها على البلاط، حبه لقيتها ايه، قامت. طب انت كنت من شويه ما كنتش قادره تقومي، ايه اللي ايه اللي حصل؟ لقيتها ايه، قامت وبتاكل وبتطلع تجري. المهم خدتها حطيتها مع اخواتها التانيين. جا البيطري فتح، رحت ايه، رحت وريتها له. فتح لي موال كأن دكتور بقى بشري. لما تعرفها لما تروحي بقى لدكتور بشري وتطلع من عنده بروشتة كده كبيرة عريضة وتحكي له. المهم وريتها له، قال له، قلت له بص مش قادرة تقف على رجليها. قام قال لي وريها لي كده، وريتها له بتقف بتجري. قال لي ما هي ما فيهاش حاجة. انا استغربت قلت ايه ده، الصبح كانت ما بتقومش، بس اللي سبتها بس لما حطيتها مع اخواتها بقت بتجري وكويسه كل حاجه. انا كنت مستنيه بس لما يفتح واروح له، لقيت ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله بتجري. طب اقول له طب بس هي حمامها لونه زي الطباشير كده ابيض. قال لي ده فيروس، وشايل لي بقى الهم بقى، واذبحيها وخلي بالك دي هتموت. وبعد ما كان قال لي ما فيهاش حاجه، لما قلت له الحمام بتاعها ابيض زي الطباشير كده. قال بقى ده السبوبه بقى حلوه. لا، طب بصي، قلت قال لي اذبحيها. قلت له لا اذبحها ايه، لا انا مش هذبحها، انا ما بحبش اذبح لحاجات زي دي وايه، وناكلها، خليها هي ونصيبها، هتموت يا تعيش. قال لي طب خدي بقى العلاج ده بقى، منشط كبد خدي، منشط كلى خدي، ده خدي وده خدي. المهم ايه، طلعت من عنده ب70 جنيه، كيسه من هنا وازازه من هنا وكيسه من هنا وازازه من هنا، وايه وظبطني ايه علاج. المهم إيه، قلت خلاص بقى خد. المهم خدتهم، قال لي ده لازم منشط كبد ومنشط كلى وظبطي، انت مش بتديهم قد ايه، انت مش عارفه ايه. قلت له طب حضرتك يعني انت كل ده احط لهم؟ ده هي بس اللي كده وبقت كويسه. قال لي لا لا، ده خلي بالك ده فيروس وذبحيها عشان كله كده هيتعدى. المهم قلت له لا خلاص اديني بس ايه، المنشط الكلى بس ده وخلاص، وخدته ومشيت. قلت مش برضه هحتاجه برضه الايه تحصيل كتاكيت بيضه جايباها كده. المهم خدت منه البتاع وروحت. وهي ما شاء الله عندي هي بتبيض، وما شاء الله صحتها كويسه، وهوريلكم برضه في فيديو تاني وهي برضه بتقوم. ولو عجبكم انا عايزه اقول لكم حاجه لو يعني ما تروحوش مش اي حاجه يعني تطلعوا تجروا على الدكتور ومش عارفه ايه. ممكن علاج بسيط او حاجه بسيطه توم. هي كانت عندها، عارفين كان عندها ايه، كان عندها سخونيه، والسخونيه مأثره على رجليها ومش قادره تقوم. لما حطيتها على السيراميك قامت طلعت تجري. فانا بقول لكم لو عجبكم العلاج خدوا، ما عجبكوش العلاج وحسيت انه هو عايز يعمل شغل وسبوبه، خلاص حبة بصل ده من الطير نفسه مفتوحة وبياكل، أصلا هو بياكل خلاص. لو جبت مثلا واحدة ريفو مع كوباية شاي وحطيتها له في مثلا في المية، هيبقى ما شاء الله عليه، وهيبقى لو برد. لكن هو ده فتح لي فتوحة ويعملي ومش عارف وهيصة، وفي الآخر والحمد لله. ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.